يا مساء الخير، يا مساء العافية عليكم. شلونكم؟ شخباركم؟ مثل ما تشوفون، أول ما بلشت قلت اليوم خلي أسوي جيلي ولا الليونة مشتهيته، فضلت علي رجل. سويت أنا يا بنات، جبت قلاصين ماي وخليتهن على الطبخ، وبعدها ضفت الجيلي. مثل ما تشوفون صار حار. أنا شفت طريقة، لأن هاي أول مرة أسويها يا بنات، ليش أكذب عليكم؟ فشوف الطريقة إنه لازم قلاصين ماي وبعد تخلون ثلج. شوف طريقة رغد مرقاوي. المهم يا حبايب، فسويت الطريقة وما أحكي لكم، 7 ساعات أو 6 ساعات بالثلاجة وصار عصير فراولة، مو جلي، فراولة. فطلعت الطريقة غلط، لازم خلي قلاص ماي على الباكيت، مو قلاصين وبعدها ثلج. المهم واحنا ننتظر الجلي وليوم كل شوي تفتح الثلاجة استسلمنا وبعدها شمرناه وخلاص والله. المهم تعالوا اليوم شنو العشاء مالتنا؟ برياني الدجاج. اول شي يا بنات بلشت خلينا الزيت وبلشت اقلب هاي السوالف. اول شي خلينا البازالية وخليناها في دقيقتين 3 على ما تنحمس بالزيت. بعدها شنو خلينا الجزر. صيقوا كل شهر تعرفون احنا بعد الفطور قبل ننام. المهم يا بنات، بعد خليت الجزر فد اخذ من وقتي هيك شوية يعني ما طول. بعد ما خلصت الجزر خليت البوتيتا، بس البوتيتا يعني ياخذ وقت فد 10 دقايق هيك على ما يعني ينحمس كل زين. بعدها غيرنا الزيت وخليت الشعرية. انا هاي طريقتي بالبرياني الدجاج او اللحم، هي نفس الطريقة عندي. بس شنو يا بنات، انا التمة لازم اقسمه قسمين، لان عندي ليونة ما تاكل التمة المشكل او الاصفر، لا فقط تمن ابيض. بعدها حمست الشعرية، خليت لها شوية ملح وبهارات، وهاي هي والله، وخاشوقة شكر مثل ما تشوفون. بعد خليت الجزر والبازاليا والبوتيتا وهاي بالحبشكلات كلها سوا، وضفت لها مجموعة بهارات شنو تحبون انتم خلوا، يعني الموجود عندكم. بس طلعت ناسي اخلي الدارسين. وشوفوا الشكل هنا ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني ما ادري شلون تحملت هيك منظر ما اكلت فاكتبوا لي انتم شنو طريقتكم بالبرياني، شنو اكثر طريقة تستخدمونها وتكون يعني طريقة سهلة وسريعة، لان انا هو اخذ من عندي وقت تقريبا في ساعتين هيك انا اسوي البرياني، لان كل شغلة اسويها وحدها. تعرفون بعد قلت لكم على مود ليونة. فبعدها سويت التمن، وهنا قسمت التمن قسمين، فطلعت الليونة بقدر وحدها وهذا التمن إنه، فما يحتاج أخلي بهارات أو شي، لأن البهارات مجموعة مخلية هواي مخليتها بالحشو مالت البرياني. والله هيك ويخلص يومنا، نبلش الساعة 3 أو 4، يعني حسب الوقت حسب الطبخة اللي راح أسويها. فقلت اليوم ما أسوي غير برياني، لأن عند روب عندي هيك أشياء حبشكلات وياه. فبعدها ضفت الحشو مثل ما تشوفون، وخلطت خلطة زينة. طبعا الدجاج أنا ما خليته ويا الحشو، لا خليته وحده. طبعا أني أحب بني الدارسين كلش هواية، بس ما أعرف شلون يعني ما أجى على بالي ونسيت، رغم أنا كنت مخليته يمي على الكاونتر على مود أخليه. وبعدها خليته على النار فد ربع ساعة على مود الطعم والريحة صرت. وهنا ليونة جاي يسوي لنا بحركاتها، وهنا قلت خلي أصورك بفستان خالة اللي مسويته إلك. طبعا أخيات خالة ما شاء الله يتجنن. فاحنا اذا نريد شي او تصميم ندزلها وهي خطية تشتري وتخيط، احنا علينا بس نلبس وندز القياسات. وهنا هي يعني ما تقدر تفارق الدمية مالتها، اسميها دمية او فريند. هنا قلت خلنا ناخذ صورة او فيديو ندزها الخالة.
وهنا أنا حضرنا السفرة وما شاء الله باقي على الفطار هيج فد 10 دقايق. كملنا سفرتنا ونظفنا بيتنا قبل لا نفطر، والحمد لله والله يتقبل من عندنا الصيام، والله يزيد النعمة علينا وعليكم. وطبعا ليونا ما تقدر تصبر، أنا منتظر يعني وبلول الفطور. هي يعني بلشت قلت لكم اليوم أبد ما سويت شي غير البرياني وشوية زلاطة الرمان والخيار، هاي هي فقط. هسه يقولون لي شلون تاكلون دجاج ويا خيار؟ طبعا مخلي له ليمون ومخلي له هواي اشياء. وبعد الفطور تشوفون هوس المطبخ اللي ما تخلص، بعدها بلشت نظفت المطبخ، نظفت الهوسة، وهنا سوينا كيكة. طبعا لازم اكو تحلية بعد الفطور، فاليوم كان مقترح ان نسوي كيكة. هاي كيكتنا الجميلة. ولهنا يخلص الفيديو وياك، ونشوفكم الفيديو الجاي. اللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك وفعل جرس الاشعارات. وهسه اقول لكم مع السلامة.